في كلام كتير ان نادي الزمالك هيعمل اجتماع طارئ لمجلس الإدارة النهاردة أو بكرة صباحا لإصدار بيان رسمي غاضب من نادي الزمالك ضد الناس اللي عاملين إعلان فيلم أولاد رزق تلف. طب اللي عامل الفيلم هيئة الترفيه السعودي، واللي عامل الإعلان هيئة الترفيه السعودي، واللي متعاقد مع كولر ولاعبي الأهلي عشان يعملوا الإعلان هيئة الترفيه السعودي. هتعترضوا على مين؟ هتغضبوا من مين؟ مفيش جهة في مصر على الإطلاق لها دور لا في الفيلم ولا في الإعلان، هي جهة سعودية 100%. روحوا اعترضوا في السعودية. الزمالك غضبان بيقول إن الإعلان بيسخر من نادي الزمالك لأنه بيتكلم